نتألم يا أخي، إحنا نتألم من حقنا ساكتين. من حق هذه ما هي بلدنا، هذه بلدنا. إحنا نكتب للناس يا أخوي، إحنا قضيتنا الناس، إحنا نتكلم عن الناس. أنا لما قلت له ستزيد الرواتب شئت أم أبيت يا وزير المالية، وش سوى؟ رد راح اشتكاني على وزير الإعلام. هذه توها ما لها 3 شهور راح اشتكاني. ليش تقول إنه شئت يا أم أخي أبيت؟ منطق يا أخي، عقل. السيارة اللي بال80 عام 80 ميلادي يأخذها المواطن ب10,000، اليوم يأخذها ب100,000، تضاعفت 10 مرات. السلعة اللي أنا كنت أشتريها في أزمة الخليج ب100 ريال اليوم أشتريها ب1000 ريال. طيب أنا الفارق الهائل هذا في الرواتب، أنت إيش اللي سويته؟ السيارة اللي كنا نشتريها قبل 20 سنة بمبلغ اليوم تدفع 10 أضعاف. طيب الرواتب يفترض أنها تلاحق. إحنا نتألم يا أخي، إحنا نتألم من حق. يا رجل هاشتاج كل أحد تكلم فيه، كل أحد شارك فيه، ولا كأنه يدري. بالله شو تسميه هذه؟ قد يكون يعني الموضوع له أخذ بعد ثاني غير اقتصادي، قد يكون أنه بعد سياسي مثلا، حاول أنه يستغل الموضوع موضوع سياسي. على عيني وراسي، على عيني وراسي. قالوا أنه لن يزيدوا الرواتب علشان ما تحسب أنها لي ذراع للحكومة. إيه، وضغط شعبي. سكتنا سنة. قلنا يمكن الجماعة يبون نسكت سنة. وش صار؟ زودوا شيء؟ عطني حل. السلعة اللي عام 80 اشتريها ب1000 اليوم ب10,000 وراتبي ما زاد إلا 15. عطني حل. وش أسوي؟ أنت مسؤول عني، أنا مواطن في البلد وأنت المسؤول عني. الأسعار تضاعفت 20 مرة من 30 سنة، والرواتب هي نفسها. أعطونا حل يا أخي. إحنا مواطنينكم، إحنا لو يصير شيء بكرة بالبلد إحنا اللي ندافع عن البلد، إحنا اللي نبذل أرواحنا وعيالنا عشان هذه بلدنا يا أخي، هذه بلدنا. أنا ما عندي شقة بيروت أهرب مثل غيري إذا صار شيء.